من رحمة ربنا سبحانه وتعالى لو أنا ماشي غلط إن ربنا سبحانه وتعالى يوقف الطريق اللي أنا ماشي فيه. عشان كده العلماء يقول لك ما ابتلاك ليعذبك إنما ابتلاك ليهذبك، عشان ترجع. وجوه البلاءات اللي فيها رفع للدرجات دي في حكم كتير من تقوية النفوس وتربيتها على المعاني الراقية. يعني مثلا لما واحد يبتلى وربنا يعلمه الرضا عن الله رغم البلاء، كأنه علمه يا رب أنا بعبدك ليك أنت لذاتك مش للي بيجيلي منك، فسواء بعتلي أو منعتني أنا بحبك أنت. ده قمة التوحيد والإخلاص. وساعات ربنا ياخد منك أشياء أنت متعلق بيها جدا عشان يعلمك إزاي تستغنى عنها وتبقى غني بالله، مش ملهوف قوي على المقتنيات، وبعدين يردها لك تاني بعد ما يعلمك الغنى عن الشيء بالله سبحانه وتعالى. فالبلاء ليس دائما انتقام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا مساء الفل والياسمين على أحلى متابعين، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال وانتوا بتشوفوني النهاردة. عاملين ايه؟ وحشني كتير 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 من الفيديو اللي فات. طبعا بقى الفيديو اللي فات دوت الغيبة طولت يا أي أني فيديو فات. أنا آخر فيديو منزلاه أنا فاكرة طبعا إن هو من رمضان. أنا عارفة إن الغيبة طولت، بس خليني أقول لكم إن في كلام كتير النهاردة هيتقال، كلام هيطلع من القلب كده يروح للقلب على طول، وانتوا عارفين ومتعودين عليا ان انا ما بقولش كلام غير من قلبي صراحه، وبالذات ليكوا انتوا، لان انتوا عارفين انتوا غاليين عندي قد ايه وانا بحبكوا قد ايه. خليني بس الاول اقول لكم ان انتوا وحشتوني قوي. حسيت فعلا ان انا فاقده حاجه كبيره قوي في حياتي. حسيت ان انا لا لازم ارجع بقى، خلاص كفايه كده. يعني انتوا وحشتوني قوي، وحسيت ان حاجه ناقصاني كبيره قوي في حياتي. بس طبعا خليني بس اللي قبل بس ما اتكلم معاكم، خليني ان انا اقول لكم اعذروني لو هتلاقوني مرتبكه شويه في الفيديو دوت. طبعا بقالي كتير بقى، اعذروني. ما طلعتش معاكم، ما اتكلمتش، يعني بقالي شويه صراحه. بس خليني اللي انا اقوله لكم ان انا لما حسيت نفسي ان انا اقدر ان انا اطلع معاكم تاني، او اقدر ان انا اطلع لكم تاني بالشكل اللي انا بحبه، يعني لقيت نفسي ان انا صراحه بقوم وبصور وبجهز نفسي ان انا اقدر ان انا اطلع لكم، لان انا ما بحبش صراحه ان انا اطلع لكم بشكل يعني ما يكونش لايق بيكم، لان انتوا صراحه حاجه كبيره قوي بالنسبه لي، جزء كبير في حياتي. طبعا انا دايما بقول لكم انتوا عيلتي التانية، مش إن مجرد بس ان انا انتوا متابعين بالنسبه لي. والله العظيم انا بتعامل معاكم ان انتوا عيله تانية ليا، وانتوا عارفين ان انا بعمل الفيديوهات ديت. يعني انا بعمل حاجه انا بحبها، دايما كنت بقول لكم كده. ولما بعمل حاجه بحبها بحب ان انا اعملها من قلبي، يعني بحب ان انا اقدمها من قلبي، فبحب ان انا اقدمها باحسن صوره وابهى صوره، يعني باحسن ما عندي وبافضل ما عندي، ولازم اقدمها وانا في افضل حالاتي صراحه. فخليني بقى ان انا اقول لكم ان كان في كذا سبب صراحه غيابي عنكم، يعني مش سبب معين واحد، بس في اسباب ان انا هقول ان انا يعني هحتفظ بيها لنفسي. احب ان انا احتفظ بيها لنفسي، يعني ما احبش ان انا صراحه يعني اقولها، لان انا ما بحبش يعني اخلي يعني طاقه سلبيه في القناه عندي. ما بحبش ان انا اقدم طاقه سلبيه ابدا. ده اللي يمكن خلاني الفتره اللي فاتت ديت اتاخرت عليكم شويه، لان انا كنت صراحه في حاله نفسيه ما كنتش حابه ان انا اطلع بيها. كنت شفتوا لما يجوا علي بيجي عليكم، يعني على كل واحد فينا فتره بيحب ان هو بقى يقعد مع نفسه، يحب بقى ان هو يعني يعيد حساباته تاني، بيشوف دنيته كان ماشي ايه الصح فيها ايه الغلط فيها. طبعا في كلام كتير معقد انا ممكن اقوله صراحة، بس يعني انا والله بحكي لكم الكلام اللي يعني بطلع لكم الكلام اللي كان في قلبي، او الكلام صراحة اللي انا كنت فيه. يعني في فترة كده بتيجي على كل واحد فينا بيبقى مش عايز يعمل اي حاجة في حياته غير ان هو بس يبقى مع نفسه، يعني مش اكتر من كده صراحة. يعيد مع نفسه حساباته، يشوف دنيته كانت ماشية صح، هو يا ترى كان صح كان غلط. بس يمكن هي ديت الفترة اللي انا كنت صراحة بمر بيها، او ان انا كنت يعني كنت عايشة فيها. ده سبب من الاسباب صراحة. فما كنتش حابة ان انا صراحة اطلع، ما كنتش حابة ان انا اعمل يعني اطلع معاكم وانا في طاقة. ما بعرفش امثل قوي صراحة، انا مش شاطرة قوي في التمثيل، مش احسن حاجة في التمثيل صراحة. فما بعرفش امثل ان انا اكون كويسه صراحه وانا في حاله نفسيه مش كويسه. فده اللي بص، انا اول مره صراحه اطلع معاكم واقول لكم الكلام دوت، بس المفروض يعني كواجب عليا، وكان انا صراحه انتوا متابعيني، او ان انتوا عيلتي التانية، واجب ان انتوا تعرفوا ليه انا كنت متاخره عليكم، او ان انا
غايبه عليكم، لان انا بحب اشارككم دايما كل حاجه انا بحس بيها صراحه. بحب اشارككم كل حاجه، انا يعني حاجه بتفرحني، حاجه بتزعلني، بس اللي بيزعلني مش بحب اشاركه لكم قوي. زي ما بقول لكم انا ما بحبش يعني اطلع الطاقه السلبيه، لان ما حدش فينا ناقص صراحه. كل واحد عنده اللي مكفيه، وطبعا كل واحد في ما فيش حد فينا ما بيمرش بحاجة طبعا صعبة، ما بيمرش بظروف صعبة. بس مش الغلط ان احنا نمر بحاجة صعبة في حياتك، مثلا حاجة شخصية، حاجة انت مريتي بيها، مش غلط. ده مش لحظة الضعف دي، ما بتكونش غلط. الغلط ان انت ما بتقوميش تاني، وان انت ما ترجعيش تاني اقوى من ما كنتي. يعني انا دايما بحب ان انا لما في حاجة يعني تزعلني، او حاجة مثلا تضعفني، بحب ان انا اخد يعني راحة كده مع نفسي من كل حاجة صراحة، عشان ارجع اقوى من الاول، وارجع احسن من الاول. واقفل المرحلة ديت في حياتي بكل ما فيها بقى، بحلوها بمرها، باللي انا شفت فيها حاجات حلوة، شفت فيها حاجات وحشة. فده بالنسبة لي يعني مش بتكلم على حاجة معينة، انا بتكلم عموما. انا لما بمر بفترة صعبة يعني او بفترة ضعف كده في حياتي، مش هقول لكم الصراحة ان الفترة دي بتمر عليا على طول، بتمر عليا بعد فترة طويلة قوي، بعد ضغوطات طويلة الصراحة. فبحس صراحة ان انا محتاجة بقى ان انا افصل عن الدنيا كلها، وبحس ان انا لازم ارجع تاني. لما بفصل برجع تاني اقوى من الاول يعني، الحمد لله طبعا. ويمكن نصيحة صغيرة مني، طبعا انا مش شيخة، ولا ان انا صراحة بقول كلام يعني صراحة انا مش متدينة قوي، بس يعني انا بحب ربنا طبعا، مفيش حد فينا ما بيحبش ربنا. بس دايما لما تقعي في مشكلة او تحسي بلحظة ضعف ويأس في حياتك، مفيش حاجة ممكن تطلعك من يعني مفيش حاجة ممكن تطلعك من الموقف دوت، او تطلعك من اللي انت فيه بجد. والله العظيم دي نصيحة مني يعني. كان انتوا اخواتي، كان مثلا اي حد بيتفرج عليا، مفيش اي حاجة ممكن تطلعك من الموقف دوت غير ان انت تقربي لربنا. يعني ده اكتر حاجة يمكن تطلعك فعلا. ما بتلاقيش ملجأ، او ما بتلاقيش باب، او ما تلاقيش حد حنين عليكي في الفترة دي غير ان انت تلجئي لربنا. ده احسن حاجة ممكن تعمليها، وممكن تخرجك من اي موقف صعب، اي ضعف، اي يأس، اي حاجة يعني ممكن ان انت تمري بيها، غير ان انت تقربي لربنا، غير ان انت صراحة الفترة ديت ان انت تكوني مع ربنا بس. يعني انا صراحة بشوف ان ده اكتر حاجة بحس ان هي بتطبطب على اي قلب حد فينا صراحة، على اي حد فينا ممكن يكون تعبان. فانا بشوف ان قربنا من ربنا ان ده اسلم حاجة واسلم حل ممكن يخليكي، او فعلا والله العظيم يعني بجد خدوها نصيحة مني. اي حد يمر بحاجة صعبة ما تيأسيش، ما تزعليش، ما تقعديش بقى تندبي حظك وكده، لا، غير ان انتي تقربي من ربنا، تحمدي ربنا. طبعا ده بيبقى خير يعني، اكيد طبعا بيكون فعلا والله خير. بس احنا ما بنبقاش عارفين، ما بنبقاش شايفين غير يعني الموقف اللي انتي بتكوني مش راضية عنه دوت. اكيد ده بيكون خير، ربنا شايف الخير، ربنا بيبقى شايف حاجات احنا ما بنكونش شايفينها. ف... فلازم نحمد ربنا، ولازم نرضى، ولازم طبعا نستقوى زي ما بقول لكم، ما بنستقواش غير بيه. فزي ما بقول لكم بقى، بص انا قلت لكم ده سبب يعني من ضمن الاسباب. والسبب الاهم بقى صراحه، سيبكم بقى من ده كله، السبب الاهم بالنسبه لي الفتره اللي فاتت ديت انا صراحه كنت متأخرة عليكم. طبعا كان عندي بقى سبب صعب قوي، ان كان عندنا مشكلة في المية صراحة. دايما كنت بشتكي لكم من موضوع المية عندنا صعبة قوي، في مشكلة كبيرة فيها صراحة. المشكلة ديت واجهتني من قبل رمضان، بس كانت طبعا قبل رمضان كنت بقدر ان انا اتعامل معاها شوية وشوية. لكن في رمضان حرفيا احنا ما كناش بنشوف المية، يعني والله العظيم بجد حرفيا ما كنتش بشوف المية خالص. يمكن كان رمضان عدى علينا الصراحة في موضوع المية. كان الموضوع كان سيء قوي معايا، ما كنتش عارفة اعمل ايه. انا تنظيفات العيد ديت عملتها بصعوبة جامدة قوي، انتوا مش متخيلين انا عانيت صراحة. عانيت جامد قوي في ان انا عملت تنظيفات رمضان، فطبعا تنظيفات العيد، فطبعا انا ما كنتش هينفع ان انا اعملها معاكم. لاني كانت الميه بتطلع لنا، يعني الميه ديت انا ما كنتش بشوفها غير ممكن بعد الفجر، يعني تخيلوا. والله العظيم بعد الفجر. طبعا كان في ضغط جامد قوي في رمضان، وانتوا عارفين طبعا احنا ساكنين في الدور بتاعنا عالي قوي زياده عن اللزوم. طبعا دي مشكله الادوار العاليه صراحه. يمكن نصيحة مني اني على قد ما هي فيها ميزة، يعني صراحة الدور العالي ممكن يكون فيه ميزة،
زي ما بيكون في عيب، يعني العيب صراحة في موضوع المية ده صعب صعب فعلا. ويمكن صراحة احنا بالنسبة لعندنا روحنا المية، يعني انا بالنسبة لي ما بعرفش اعيش من غير مية، يعني انا حياتي كلها صراحة بتبقى في المية. يعني انا بحب، انتوا عارفين، بحب اعمل تنظيفات كتير، بحب ان انا على طول ايدي بتكون في المية. فكان عندي مشكلة كبيرة. بصوا انتوا عارفين شايفين بقى انا بعمل ايه يعني، بس انا النهاردة حابة ان انا اتكلم معاكم في الفيديو دوت. استحملوا بقى رغي، لان انا انتوا وحشيني كتير كتير، يعني انا فيديو مش هيكفيني صراحة ان انا ارغي معاكم. ممكن ارغي معاكم فيديو او فيديوهين عشان خاطر انتوا وحشيني كتير. فالمهم زي ما بقول لكم، فانا عانيت صراحه في رمضان من موضوع الميه وتعبنا قوي. ما كانش في حل خالص غير ان زي ما بقول لكم بتطلع بعد الفجر، ممكن تطلع لي بعد العشاء مثلا شويه، يا دوبك بصبن المواعين، ما كنتش بعرف اعمل اي حاجه تاني في يومي والله العظيم. يعني انا عملت تنظيفات العيد ديت. بصوا يعني يعني كانت عملتها بصعوبة بصعوبة. ما كانش في ينفع وقت ان انا اصور فيه، ما كانش ينفع، ما عنديش وقت خالص ان انا اصور. انا كنت بس يا دوبك ان المية تطلع، عايزة ان انا انجز باي شكل. ما عملتش التنظيفات اللي انا عايزاها، ما اكدبش عليكم. في تنظيفات العيد مش هي التنظيفات اللي انا بعملها يعني في العيد وكده. انا يا دوبك عملت ايه التنظيفات العادية قوي عشان خاطر ان انا اقدر ان انا يعني اقدر ان انا انجز واقدر ان انا افرش عليه. طبعا اتاخرت قوي وكان عندي زي ما بقول لكم يعني مشكله. طبعا الايام ازفت عليا صراحه والوقت كان ضيق قوي. لدرجه والله انتوا مش متخيلين، انا عشان خاطر اعمل انضف المطبخ انا نضفته على 3 ايام. يعني تخيلوا والله العظيم حرفيا انا نضفت المطبخ بتاعنا على 3 ايام من قلة المية. انا كنت اخش المطبخ عشان خاطر انضف المطبخ. طبعا انتوا عارفين بقى بعد رمضان المطبخ ده لازم يتشقلب، يعني لازم حرفيا كده يتشقلب من فوق لتحت، عشان خاطر انتوا عارفين بيبقى فيه معركة. يعني في رمضان كان فيه معركة صراحة. فانا نضفته على 3 ايام، ما كنتش بنام حرفيا، مجرد كنت انام ساعتين اصحى مثلا الساعة 6 الساعة 7 عشان خاطر الاقي مية. قبل الظهر كانت تكون المية فاصلة من عندنا صراحة. فانا بشتكي لكم المعاناة اللي انا كنت فيها. ده طبعا سبب كبير، يعني ده يمكن هو السبب الاكبر صراحة بالنسبة لي ان انا اتأخرت عليكم في الفيديوهات. ما كنتش عارفة ان انا اصور، ما كنتش عارفة ان انا اعمل حاجة، لان انا شغلي بالنسبة لي، يعني انا بالنسبة لي فيديوهاتي كلها معتمدة على المية. وبالذات لما باجي ان انا اعمل تنظيفات عميقة او تنظيفات العيد، كل الفيديوهات بتاعتي معتمدة ان لازم يكون في مية، ومية كتير كمان، ويكون مية جارية يعني، مش مجرد ان انا بملى البانيو فده هينفعني. كان الموضوع بالنسبه لي صعب قوي. زي ما بقول لكم انا والله العظيم اتمرمطت مرمطه عشان خاطر افرش فرش العيد، وعملت التنظيفات وانا مش راضيه عنها، مش هكدب عليكم. ما كنتش راضيه، يعني ما كانش بالنسبه لي التنظيفات دي كانت احسن حاجه. فقلت بقى بعد العيد، يعني انا يعني صراحه بنعاني كتير من الميه، يعني الميه صعبه قوي صراحه. كان في معاناه شديده قوي بالذات في رمضان زي ما بقول لكم، لان طبعا بيبقى في ضغط، كله بينظف وكله بيعمل اكله. ده صعب، يعني هو كده كده اصلا في رمضان بيبقى الميه ضعيفه في البيوت كلها. احنا بقى عندنا ما كناش شايفينها خالص، يعني حرفيا ما كناش شايفينها. فكان الموضوع بالنسبه لي كان سيء قوي، كان صعب. طبعا مزاجي ما كانش رايق خالص. كنت كل يوم صراحه مقريفه، وكل يوم بالنسبه لي اقول اليوم دوت هقوم ان انا اعمل. طبعا التصوير بياخد وقت كبير قوي. ما يغركوش ان احنا بنعمل الفيديو ده مقاطع فيديو، يعني بالنسبه ليكم دي مقطع فيديو ممكن بتشوفوه ان هو طويل، لكن احنا بالنسبه لنا احنا ممكن في التصوير دوت بنقعد ساعه ساعتين 3. مش يعني عشان خاطر ان احنا نطلع لكم مقطع الفيديو دوت بنقعد مده طويله. او التصوير لو ممكن حاجه زي كده بتاخد معايا ساعه، يعني في العادي لما باجي اصور ممكن تاخد معايا 3 ساعات 4 ساعات على حسب صراحة ما انا بعمل الحاجة. فطبعا بتقعد معايا فترة طويلة قوي عقبال ما بطلع الحاجة يعني بالشكل اللي انا عايزاه او اللي انا راضية عنه. وبعدين بقى بنعمل لكم المقاطع الصغيرة ديت. بس طبعا انا بكون سعيدة قوي صراحة، بكون مبسوطة قوي وانا بصور. يعني انا صراحة وانا بعمل الحاجة مش هكدب عليكم، وانا بعمل الحاجة وانتم مش معايا ما كنتش حاسة ان ليها طعم، والله العظيم بكلمكم بجد يعني. ما كنتش حاسه ان هي ليها طعم خالص وانا بعملها. يعني انا فرش العيد بالنسبه لي واللي انا عملته في العيد ما حسيتش ان ليه طعم، عشان انا ما شاركتكمش معايا فرش العيد، ما شاركتكمش تنظيفات العيد، ما شجعتكمش، ما شجعتونيش. كان صراحه الموضوع كان رخيم قوي بالنسبه لي وكان ممل صراحه، تعب نفسيتي بزياده.
الموضوع دوت فعلا كان تعب نفسيتي قوي وكسلني بقى. يعني انا بعد كده صراحة بعد العيد وكده كسلت، بقيت مكسله ان انا اقوم ان انا اصور وان انا افتح الكاميرا. فكسلت كده. انتوا عارفين بقى ان انا كل يوم اقول طب هقوم اقوم اصور، بقيت مكسله. قلت لا ما بديهاش بقى، لازم ارجع بقى عشان خاطر اتشجع بيكم. وطبعا مع اني بقى ان انا كنت همسك بقى الصراحه الشقه. طبعا انتوا عارفين بين العيدين انا بحب ان انا امسك الشقه انضفها. العيد بقاله شويه كده، بقاله شويه مش عارفه صراحه بقاله قد ايه، بس بقاله شويه. لكن الشقه عندي خلاص يعني جابت اخرها يعني من فرش العيد. وانتوا عارفين ان انا بحب بقى ان انا اشيل فرش العيد واغسله واشيله عشان افرشه على العيد الكبير ان شاء الله باذن الله يعني. طبعا ما شفتوش انتوا معايا فرش العيد خالص، ما شفتوش الحاجات يعني اللي احنا جبناها في العيد وكده. ما عرفتش زي ما بقول لكم ان انا اشاركه، لان انا كنت والله كان غصب عني وكنت مستعجله وكان الموضوع زي ما بقول لكم. يعني انا لحد تخيلوا انا يوم الوقفه الصبح اخر حاجه عملتها في المطبخ يعني. اخر حاجه في المطبخ يعني انا بقول لكم عملت المطبخ على 3 ايام. انا ممكن اعمل المطبخ ده انضفه مثلا قبل الفرش بيوم او قبل او اليوم اللي قبله. انا قعدت في المطبخ 3 ايام لحد يوم الوقفه الصبح. صحيت كانت حوالي الساعه مش فاكره، كانت حوالي الساعه 7. تقريبا كانت الساعه 7. كملت بقيه المطبخ عشان ان انا اعرف ان انا في اليوم دوت افرش الشقه. فانا كان في معاناه يعني، انا بشتكي لكم من معاناه صراحه. فالحمد لله يعني حاولت ان انا يعني عديت المرحله ديت. المهم بقى طبعا فانا النهارده بقى ما حبيتش ان انا ارجع لكم في فيديو كده اي كلام، ما حبيتش ان انا اقعد بس اتكلم معاكم في الفيديو كده. انتوا عارفين ده مش طبيعي وما بحب الصراحه الفيديوهات ديت قوي. بحب وانا بعمل معاكم الفيديو واحب ان انا اتكلم معاكم. فالمهم بقى طبعا النهارده بقى انت بتعملي ايه يا ايه؟ انا بعمل روتين جامد قوي صراحه. روتين من الاخر كده يعني، مش روتين ان انا ارجع لكم كده وخلاص، لا لازم ارجع لكم بروتين قوي. روتين ان انا اشجعكم فيه واحفزكم فيه. يعني روتين بقى اللي هو يشجع بجد يعني، مش ان انا ما حبيتش ان انا والله العظيم اعمل روتين بس ان انا اعمل معاكم ان انا اغير حاجه فرش مثلا اعمل حاجه بسيطه يعني، او اعمل روتين يومي اللي احنا بنعمله. لا حبيت ان انا ارجع لكم بروتين لازم تتشجعوا مني. طب عملت ايه بقى؟ زي ما انتم شايفين انا دخلت على اوضه الركنه، حبيت ان انا ابتدي بيها. انا صراحه الشقه عندي كلها على بعضها يعني، كلها حرفيا مليانه تراب، كلها مش نظيفه. سيئه يعني. خليني اقول لكم ان هي صراحه سيئه او بتنهار صراحه. فحبيت ان انا ابتدي بقى اول حاجه بحب ان انا ابتدي بيها صراحه اوضه الركنه. يعني حبيت ان انا ابتدي بقى لان انتوا عارفين احنا قعدتنا على طول فيها، وهي طبعا كانت مليانه تراب. وزي ما انتوا شايفين انا كنست تراب. التراب عندي في معاناه يعني برضو من التراب عندي وكده. فحبيت بقى ان انا ابتدي فيها يعني، ابتدي بيها يعني في الشقه كلها. مش هشيل الشقه بقى وان انا هشيل السجاد وانفض السجاد وهمسح الشقه، لا انا هعمل اوضه اوضه صراحه معاكم. عشان خاطر يعني مش صراحه مش يعني في فاضل ايه حاجات بسيطه وهنرجع ان احنا نشيل كل ده تاني عشان خاطر العيد يعني الكبير. فانا بين العيدين بحب ان انا اعمل تنظيفه زي ما انتم شايفين كده. التنظيفه بقى بتاعتي ان انا بشيل فرش العيد وبغير بقى وبغير الستاير وبغير الفرش يعني. بشيل بقى فرش العيد. طبعا متابعيني من زمان عارفين ان انا طبعا بشيل فرش العيد يعني بين العيدين عشان خاطر بغسله بقى وبرجع ان انا اشيله عشان لما افرشه على العيد الكبير ان شاء الله باذن الله يعني يكون بقى ليه زهوه كده ويكون شكله يعني احس بقى بتغيير يعني. احس صراحه ان في تغيير في الشقه، مش ان انا بفضل سايباه يعني وبعدين اغسله وافرشه تاني، لا ما بعملش كده. طبعا بقى شلت الكوفرتات صراحه وغسلتها. وشلت يعني الملايات بتاعه العيد والفرش بتاع العيد. بس صراحه ما صورتش معاكم يعني هما اتبهدلوا. انا شلتهم يعني وغسلتهم بقى. طبعا كان الستاير بقى هي اللي لسه ما شلتهاش يعني، والفرش التاني كله صراحه انا شلته، هي بس الستاير اللي ما كنتش لسه شلتها. فزي ما بقول لكم بقى طبعا خلاص يعني عندي الاوضه ديت خلاص يعني كانت بتنهار صراحه، والشقه كلها عندي مطربه ومش نضيفه يعني. المهم بقى طبعا زي ما انتم شفتوا زي ما عملت معاكم انا شديت بقى الركنه يعني وطبعا كنست من وراها كويس قوي ولمعت من وراها تراب. الشقه عندنا بتكون مهجوره يعني، انا لو ما عملتش كده والله العظيم الشقه عندنا ما يتعش فيها. دي حقيقه يعني، مش بقول كده مش بتبلى عليها، دي حقيقه. فالمهم طبعا بقى مع اني ما شلتش السجاد ومش شايله السجاد بره، فمش محتاجه بقى ان انا ادلق ميه وبهدل الدنيا. فعملت ايه؟ استكفيت بقى ان انا طبعا كنست كويس قوي
وزي بقى ما انتوا شفتوا نفضت اللي عندي الشباك يعني، ونفضت الستاير القطيفه وكده، وابتديت بقى ان انا من ورا الركنه كنست كويس قوي، وبعدين كمان لمعت الدنيا بقت زي الفل زي ما انتوا شايفين. طبعا بقى مسكت الركنه، عندي الركنه ما غسلتهاش على العيد، ما عرفتش ان انا اغسلها صراحه. فطبعا بقى غسلتها المره دي، يعني مش مهم اللي ما اتعملش على العيد، يعني في تنظيفات العيد قلت اعمله في الوقت العادي يعني مش مشكله. فالمهم طبعا انا غسلتها بقى، حطيت كلور الوان، بحط في الميه بس كلور الوان، وبحط شويه ديتول لو عندك، يعني شويه ديتول مش اكتر من كده. وببتدي بقى ان انا اغسل الفرش يعني، او اغسل الركنه زي ما انتم شايفين، مش ببل قوي صراحه الفرش، حاجه بس كده على الناشف، بس بترجع الركنه تنضف بقى، ويرجع الانتريه ينضف معايا وزي الفل، مش محتاجه ان انا اقول لكم. طبعا انتوا شايفين منظره كان عامل ازاي. وطبعا الاول اهم حاجه طبعا نفضت التراب، لاني كانت الحاجه كانت مطربه قوي الصراحه. اهم حاجه لازم التراب، لما تنفضي التراب كويس او ترجعي ان انت تغسلي الحاجه، فعلا الموضوع بيفرق. او انا كنت بقى غاسله المفارش ديت، المفارش يعني، كنت غاسله المخدات، وكنت غاسله الفرش بتاع الاوضه قبلها بيوم، وقلت بقى ان انا افرش معاكم يعني الحاجه على طول صراحه. طبعا بصوا الفرق واضح يعني، من اول طبعا ما دخلت الاوضه ودلوقتي الفرق واضح مفيش كلام. زي ما بقول لكم بقى طبعا بغسل، بس انا بستكفى ان انا بمسك جايبه فرشه سيليكون عشان خاطر ما تنتش الفرش، يعني ما تقطعليش الفرش القطيفه او تبهدلهولي. فجايبه الفرشه ديت سيليكون، يعني صراحه حلوه قوي وطريه، وكمان بتنضف معايا، برتاح ليها قوي. انا جربت ان انا اعمل بالفرشه الكبيره بس ما ارتحتش معاها صراحه، ما حسيتش ان هي اللي انا بنفض بيها الانتريه يعني من التراب. غسلتها كويس وجيت ان انا اعمل بيها زي ما انتوا شفتوا، لا ما عجبتنيش الصراحه، ما حسيتش ان هي بتنضف معايا كويس. وطبعا من عند الايد كده لازم بيكون في بقعه كده جامده، بحط عليها شويه كلور الفرشه، وببتدي ان انا ادعك كده من غير ميه، وبتطلع معايا بتبقى زي الفل. خلاص بقى انا كده كنا وصلت لنهايتي السعيده، ووصلت لاخر حاجه خلاص. الفرش طبعا الفرق واضح يعني مفيش كلام. دي النهايات السعيده بالنسبه لي، يعني قبل وبعد صراحه بحس براحه نفسيه مش طبيعيه. النظافة حلوة مفيش كلام يعني، ودي الراحة النفسية اللي بجد يعني، دي فعلا النهايات السعيدة، من أجمل النهايات اللي ممكن تكون سعيدة صراحة. فخلاص بقى طبعا كل حاجة بقت بتلمع، وكل حاجة بقت نضيفة، والفرق واضح. عايزاكم تستنوني في فيديوهات، في الفيديوهات يعني الجاية ان شاء الله، فيديوهات هتكون جامدة، وهتكون فيديوهات تشجيعية، وان شاء الله ما اغيبش عنكم تاني. ودلوقتي هقول لكم سلام، اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.